اهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بحلقتنا اليوم، حلقه طبق الشيف تمام لرمضان. طبعا مضيوا ايام رمضان الكريم، رمضان كريم مضيوا، ويعني مثل ما بتسارعت الاوقات صرنا لحلقاتنا الاخيره من طبق الشيف تمام. اليوم وعدتنا شيف تمام تعمل لنا اكله كثير طيبه. طبعا امبارح حكينا عنها انه هي من المطبخ المكسيكي مكسيكان. رح تكون كثير طيبه. بتمنى انكم تتابعونا وتضلوا معنا لاخر الحلقه وتشوفوا شو طبق اليوم كيف بنعمل. طبعا نحن بالحلقات السابقه عملنا كثير اطباق، ارجعوا شوفوهم على صفحه المرأة الاماراتيه، وخليكم معنا بحلقه اليوم. شاركونا باقتراحاتكم ومسجاتكم والاي استفسارات بتحبوا تستفسروها وتبعتوها للشيف تمام، او تبعتوا لي اياها على الصفحه، على صفحه الاماراتيه، او عن الاكله اللي عم نعملها ورح نجاوبكم عليها على الهواء مباشره. شيف تمام بدنا اياكي مشان نشوفوك. مرحبا هبه، كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله، جمعة مباركة عليك وعليك المشاهدين. شو اخبارك؟ وعليك كمان، تسلمي. شو اليوم عاملين؟ اليوم رح نطبخ مكسيكي. انا بصراحة بحب المكسيكي، بدي؟ طبعا انا المكسيكي عندي اياها حلو، بس بحب الحراق. هلا انت قلتي لنا ما في حد اليوم. لا هلا هي طبعا صلصة الجواكامولي لما بدك تيجي تعمليها هاي تبعت الافوكادو لازم تحطي فيها شوية فلفل اخضر بيحرق، بس ما حتكون كثير حراقة. بس هو عادة الاكل المكسيكي ما بيحرق. انا ملاحظه انك حاطه هون هيك صوصات. حاطة هون صلصة طبعا، هي صلصه ايه، وحاطه هون خس، لانه هذا لما بدك تيجي تعملي راب للفيجيتا بدك تحطي عليها بالاخر، بس تيجي تعملي لها راب بدك تحطي عليها فيجيتا يعني فاهيتا او شيء ولا لا؟ فيجيتا. حنعمل كاسادية وحنعمل فيجيتا، وهذه احنا عندي هون جبنه طبعا. فلما بتيجوا بتعملوا راب بتحطوا اللي انتوا عملتوه، اللي هو احنا حنعمل اليوم بيف فيجيتاز مع الفلفل الاخضر، اخضر واحمر واصفر، وحنحط شويه بصل. فلما بتيجوا بس تطبخوها وتخلصوا لما بتيجي تاخذوا خبز التورتيلا وتحطوا البيف بالنص، تحطوا شويه صلصه عليه، بعدين بتحطوا خس، بعدين بتزينوها بشويه جبنه. طيب معناها خليكم معنا لنشوف يا جماعه. اللي بده يبعث لنا اي استفسار او سؤال يبعث لنا اياه. حلو العيد اتفقنا نعمله يوم الاثنين. يوم الاثنين ان شاء الله حلو العيد. يوم الثلاثاء اعتقد هو اخر يوم برمضان رح يكون، ويوم الاربعاء او يمكن العيد يوم الثلاثاء، ما بنعرف. فعشان هيك احنا قلنا بدنا نعمل العيد يوم الاثنين، في حالة إذا ما كان رمضان يوم إذا كان العيد يوم الثلاثاء. هلا ممكن يكون رمضان يوم الأربعاء. إذا كان يوم الأربعاء رمضان فيوم الثلاثاء بتكون آخر حلقة لنا برمضان. طبعا إن شاء الله نحن رح الحلقة الأخيرة. أنا واحدة من مشاهدين الحلقة الأخيرة. صح، أنا واحدة من الحلقة الأخيرة. هلا بعد رمضان إن شاء الله رح نبلش، رح نطلق برنامج جديد رح نخبركم عنه إن شاء الله. بس هلا قبل رمضان، رمضان المبارك 30 حلقة كانوا. طبعا إن شاء الله رح يكونوا رح يكملوا 30 أو 29 ما بنعرف. فخليكم معنا بالحلقات البقيانة، ورافقتونا ورافقناكم باحسن الاوقات، واهلا وسهلا بكم وخليكم معنا بهالحلقه. يلا نبلش. اليوم رح يكون عندنا شغل كثير، المكسيكي بده شغل كثير، عشان هيك احنا ما حنعمل عصير ولا شوربه، حنبلش على طول بالطبيخ. طبعا يا جماعه اللي عنده اي استفسار يبعث لنا اياه. عم بيقول ابراهيم بدوي اهلا وسهلا فيك وكل اهل اليمن يا ابراهيم. سامو اهلا وسهلا يا سامو. انور اهلا وسهلا. خالد دحشوري اهلا وسهلا. طبعا انا بشكر كل اللي فات امبارح على صفحه الشيف تمام، الشيف تمام كيتشن وعمل لايك. بتمنى كمان اليوم يفوت، والادمن بتمنى منه انه ينزل اللينك تبع الشيف تمام على الصفحه، كرمال اللي بده يوصل للشيف تمام ويقدر يشوف احداث الاطباق تبعه لبعد رمضان يقدر يوصل له. بتمنى كمان منكم اللي بده يبعث اي استفسار او سؤال عن الاماراتيه يبعث لنا اياه على المسجز ويتواصل معنا مباشره. اهلا وسهلا بخالد، وانت بخير يا خالد. عمرو فضيل اهلا وسهلا. سبارتاكوس لك زمان ما شفناك سبارتاكوس، وصراحه لك وحشه. شكرا. اهلا وسهلا فيك، دائما ضيف للبرنامج. محمد عماد اهلا وسهلا فيك يا محمد. تيتو الاسطوري اهلا وسهلا. عصام ملاك حسن اهلا وسهلا. هذا الدجاج رح اعمل فيه الكساديه، بتقطعوه بهالشكل هاد قطع صغيره. هلا حقليه مع شويه زيت. هذا اسمه لسان العصفور، يمكن هذا التقطيع. ممكن تقولي له لسان العصفور. لسان العصفور شوي اكبر.
اكبر شوي اكبر يعني قد تنتين من هدول هيك. بس انا قطعته قطع صغيره لانه حنحطه بين خبز التورتيلاز، فاذا بتحطوه اذا بتكون القطعه اكبر من هيك ممكن تتمزع الخبزه، فخلوه هيك صغير او ممكن يكون معمول من الذره. وفي شيء اسمه افوكادو صوص او شيء له علاقه هي الجواكامول اللي انا هنعملها. حنعمل طبعا سلطه خضراء ما فيها بندوره. خليكم معنا يا جماعه، اكله اليوم مكسيكان، المطبخ المكسيكي، خليكم معنا وشوفوا الحلقه. هلا حنحط الدجاج، طبعا انا هعمل اول شيء تبعت الكاساديا حجهزها، بس ما حنعملها، بس حجهز الدجاج لانه لازم الدجاج يكون بارد وانتم عم بتحطوه على الخبز. اهلا وسهلا بمحمد حبنك الميداني، اهلا وسهلا فيك. طبخه اليوم اسمها مطبخ مكسيكي. مطبخ المكسيكي، الاكله اسمها تشيكن كاساديا وبيف فيجيتاز باهيتا. في ناس بيقولوا فاهيتا، في ناس بيقولوا فاجيتا، فهو بيف فاجيتا او فاهيتا مع تشيكن كاساديا. اهلا وسهلا راجي، اهلا وسهلا فيك. درموهان يحيى، اهلا وسهلا. دكتور محمد يحيى، سوري انا عم بوصل الكلمه وواصله دكتور محمد فانا قلت دروهمان، فهو دكتور محمد او سوري قلته غلط. شيف عامر صغير، اهلا وسهلا. محمد المبشر الفاتح، بطاطس محمر، اهلا وسهلا فيك. احمد يوسف شكرا. عمر فيكا، علي كمال، اهلا وسهلا فيك يا علي. هشام اهلا وسهلا. شيف عامر الصغير شكرا يا شيف عامر. سوسن اهلا وسهلا فيك يا سوسن. شاكر اهلا وسهلا. بده دليفري للسعوديه يا شيف تمام شاكر. هذا ان شاء الله نفتح هذا الاوبشن، بركي نفتحه بعد رمضان يا شاكر، بدنا نشوفه دليفري. سبارتاكوس اهلا وسهلا فيك. شكري اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك يا شكري. عمر فيكا. محمد ايمان محبوب السعاده. كلياتنا صايمين يا عمر يا محبوب، وان شاء الله الله بيتقبل منا ومنكم الطاعه والصيام في رمضان. هاني اهلا وسهلا. صلاح اهلا وسهلا. حسام اهلا وسهلا. مصطفى زيتون اهلا وسهلا فيك. ويسل اهلا وسهلا. محمد الدوسري. انوار. سعيد اهلا وسهلا. سعيد. وليد اهلا وسهلا. انوار خان اهلا وسهلا. عاطف. وحيد اهلا وسهلا. عمر سيكا. محمد البشر الفاتح. سبارتاكوس اهلا وسهلا يا سبارتاكوس كمان. كريم اهلا وسهلا يا كريم. خالد البغدادي. سوسن. فتوح. وفاء. عادل جمعه. صفاء. مالك عبد المجيد. مالك شلالبي. احمد علوانه اهلا وسهلا فيك. يعقوب اهلا وسهلا. ذوق حسام اهلا وسهلا فيك، والله انت كمان لك وحشه يا ذوق، اهلا وسهلا فيك دائما. هائل اهلا وسهلا. محمد ابراهيم. بروك بن عمر اهلا وسهلا فيك دائما يا بروك، صديق دائم للبرنامج. عمر سيكا. بده عمر سيكا نوصله لكوريا الدليفري ان شاء الله يا عمر سيكا. ان شاء الله نقدر نعمل هيك. السيد احنا على الاقل عم نوصل لكم تحياتنا دليفري، عم نوصل لكم طريقه الطبخ دليفري عن طريق شبكه التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك. السيد عطله اهلا وسهلا يا شيف. يا سيد سوري، بقول لك تسلم ايدك يا شيف، تمام، اكلاتك دائما جميله. شكرا لك. الصقور الحره ممكن تتبيله الدجاج، شاورما الدجاج بالتحديد، هيدا كده التتبيله. تتبيله دجاج شاورما الدجاج حكينا قبلها، بس بنقول له اياها. هلا انت بتجيب الدجاج بتجيبه مشرح شرايح، شرايح مثل هيك، كيف شرايح البيف نفس الشيء بتجيبها مشرحه هيك. طبعا هو بيكون في عندك تتبيله شاورما اذا بتلاقيها بالسوبر ماركت. اذا ما كانت موجوده شو ممكن احنا اذا ما كان موجوده شوفي انا شو بحط عليها. بحط عليها مع التتبيله هاي بجيب توم مطحون، بصل مطحون، بخلطهم مع بعض، بحط معهم شويه زيت. هلا في ناس بيستخدموا الهيل المطحون كمان، انا قالوا لي على الدجاج، بس الهيل ريحته قويه. ما بعرف يعني اذا بتحب تستخدم الهيل استخدمه. ايهاب عبد الله اهلا وسهلا. عندي هون سيزنينج اهلا ميكس. وسهلا. سيزنينج ميكس بتشتروا باكيتات جاهزه. هذه الميكس بدنا نحطها على الدجاج. سبارتاكوس عم بسألك شو اكثر شيء بيميز المطبخ المكسيكي؟ ما هو المميز بالمطبخ المكسيكي عادة؟ المطبخ المكسيكي اكثر شيء يعني الاكل المميزه ولا اكثر شيء بيستخدموه بمطبخهم. هلا هو المميز فيه انه كثير بيستخدموا هم طحين الذره.
بعدين عندهم الاكل كلياته مثل السيزلينج، يعني بينطبخ على طول مثل التشاينيز على السريع بينطبخ. لا في سيزلينج لما سيزلينج يعني مثل شوي تشويح هيك على على السريع بالضبط. لازم يتاكل سخن مو بايت، مو مثل طبخنا نحن طاجن من طواجن نحن بنخليها على نار هاديه. هنا لا، هنا طبخ سريع بنحط فيه الاشياء، وبيستخدموا خبز التورتيلا اللي هو خبز بدقيق الذره. بالذره هون لا مش موجود هون بالذره، بس هم هناك بالمكسيك بيستخدموه مصنوع من الذره. لا هون في تورتيلا بالذره. تورتيلا من هيك بالذره ما في. هذا شو لك؟ هذا تورتيلا، هذا فين ابيض. والله انا بفكره ذره. لا ابيض هذا انا اللي عندي. فهم اكثر شيء طبعا الذره ما في يعني مفيد اكثر من الذره لانه كله بروتين. غيلان حجر اهلا وسهلا، اكرم اهلا وسهلا، ديا اهلا وسهلا يا ديا. تحياتنا لك ولكل ولايه شيكاغو، كل الجاليه العربيه في ولايه شيكاغو الامريكيه. بطاطس محمر ابو شو اسم الاكله مش قادر احفظ اسمها يا ادمن، اكتب لهم اياها اللي هي تشيكن فاهيتا، سوري بيف فاهيتا وتشيكن كاساديا. تشيكن كاساديا وتشيكن فاهيتا، سوري بيف فاهيتا. يا ادمن اكتب لهم اياها على المسجز عشان يقدروا يوصلوا لها. ولا تنسى كمان يبقى هيك بتنكتب FAJITA بيقولوا لها فاهيتا فاجيتا. بس هي بالانجليزي هيك فهي نفسها، يعني في ناس بيعرفوها بتشيكن بيف فاهيتا او بيف فاجيتا و تشيكن كاساديا. هلا حاحط انا السبايسز. هلا في ناس ما بتحط سبايسز بتتركها، بس انا بحبها تكون منكهه، الدجاج منكه. شريف اهلا وسهلا، مساء النور يا شريف. خميس كل عام وانت بخير، شكرا. يعقوب اهلا وسهلا يا يعقوب. احمد علي، احمد التميمي، محمد الدوسري. الحلقه الاخيره اهلا وسهلا فيكم لكل اهل السودان يا الحلقه الاخيره. محمد معجز مجدود اهلا وسهلا، تحياتنا لك ولكل اهل الجزائر يا محمد. عيسى اهلا وسهلا فيك يا عيسى، كل عام وانت بخير، شكرا. اهلا وسهلا باهل السودان. ابو دياب اهلا وسهلا. عبد الله اللهبي اهلا وسهلا، شكرا كثير يا عبد الله، بشكر تعليقاتك ووجودك معنا دائما. محمد ابراهيم اهلا وسهلا. ممكن طريقه جديده للكبده؟ طيب شو هي الطريقه القديمه يا محمد؟ نحن نعرف شو الطريقه الجديده. ممكن تعطينا هلا طريقه جديده ممكن. هلا شو بيعملوا؟ هلا لحظه لاقول له طريقه جديده. هلا طريقه جديده للكبه، للكبده الكبده يعني كيف هلا انا كيف بعمل هالكبده؟ انا خبرت كيف بعمل الكبده. الكبده بشرحها شرايح، بعدين بعصر عليها ليمون وخل وبنقعها، وبعد ما بنقعها بقليها مع القلاي. بعد ما بقليها بكب المي اللي فيها وباخذ الكبده، بعدين بشرح بصل شرايح وبقليه مع شويه زيت زيتون، بحط عليه السبايسز، بعدين برجع الكبده عليها. او ممكن تشويها شوي بالفرن، شوي طيبه. جربتيها شوي هبه؟ لا ما جربتها، لا طبعا كنت دائما بجرب نحن شوي، بس مع السبايس هدول ما جربتها، يعني استنى اعملها خل وهالقصص هاي. هلا انا عاده ما كثير باكل، بحب حدا يعمل لي الكبده واكل انا، انه بحب انه ماشي ريحتها وهي عم تنعمل، بحبها بعد ما تنعمل. بس هلا بدي اجربها هالطريقه اللي انت حكيتي فيها. يلي عنده، احنا زي ما قلنا يلي عنده الحديد عنده كثير واطي ياكل كثير كبده. هلا خلصنا احنا من هون تبعت الدجاج تبع الكسادية. سيد اهلا وسهلا. سيد عبد الله اهلا وسهلا. خلصناه جاهز شاف. هلا بدنا نعمل الفيجيتاز. عمر سيكا اهلا وسهلا. عندنا اللحمه هون. يعقوب اهلا وسهلا يا يعقوب، خليك معنا. سماح اهلا وسهلا، تحياتنا لك ولكل اهل فلسطين. رمضان اهلا وسهلا. محمد مصطفى زيتون اهلا وسهلا. عم بيقول اول يوم رمضان شيء تمام فنانه، اكل روعه من اول يوم والشيف تمام فنانه. شكرا لك. هلا بناخذ اللحمه نحطها هون. طبعا شوفوا اللحمه كيف مقطعه للفيجيتاز. اللحام ممكن يقطع لك اياها هيك، اذا ما قطعوا لكم اياها هيك فيكم تجيبوها انتم شو تقطعوها قطع رفيعه. رامي سلطان اهلا وسهلا، باركاكوس تحياتنا لك. حسام لا نحن بدبي يا حسام، لكن اليوم الاكله مكسيكيه.
بكره او بكره من قبل عملنا اكلات من المطبخ الفرنسي، المطبخ الايطالي، المطبخ الهندي، المطبخ المغربي، المطبخ العربي من كل المناطق العربيه، وعملنا كمان مطبخ شو كمان عملنا غير هدول مطبخ واليوم عم نعمل مطبخ المكسيكي. فنحن عملنا كذا مطبخ، فهيك نحن موجودين بدبي هلا. اذا بتحب تشوف الحلقات الماضيه وتلاقي الاكلات اللي عملناها مسبقا تقدر تتابعنا عليهم. مصطفى شريف اهلا وسهلا. توسع مفتوح عم تقول يا اخوي شوفونا بعد المره، تعودنا عليكم يا حلوين. شكرا يا توسع، ان شاء الله ما نترككم خليكم متواصلين معنا. احلى عمر اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. عماد بصره، مالك النياحي اهلا وسهلا. سبارتاكوس وحش الاكل الصحي. ليش يا سبارتاكوس ما بتاكل دائما اكل صحي؟ الاكل الصحي ما بدك بسبب تستغني عن كم شغله والاكل بصير صحي فورا. يعني السكر بتقلل الزيت خلص. تمام، بتقلل الزيت، السكر بتنتهي عن السمنه وتبدلها بالزيت، هي كل الاشياء. رانيا اهلا وسهلا. محمد حافظ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحسام، اهلا وسهلا بمحمد عبد الله. هنسا اهلا وسهلا. صباحو. ابراهيم راشد. ميرو اهلا وسهلا. الاكل اليوم يا هناسا هو رانيا طبعا هي هناسا اللي اسمها اللي اكله هي بيف فاهيتا وتشيكن كاساديا. بيف فاهيتا وتشيكن كاساديا، للي بيحب يعرف شو اسم الاكله. ايمن شهاد اهلا وسهلا فيك. محمد الدوسري الدوسري اهلا وسهلا فيك. نانو اهلا وسهلا. لاست ووريز اهلا وسهلا. صخي عبيده اهلا وسهلا. طاهر او طهريه البهية عرفناها بس الثانيه مش عم بتوب الفكره اساسا اسمها تشيكن كاسا ديا. يا ادنى نزل الاسم لو سمحت. غيلان حجر اهلا وسهلا، منور بوجودك، شكرا. سبارتاكوس اهلا وسهلا. هلا ابو حنتاج اهلا وسهلا. عصام دياب اهلا وسهلا فيك. تشيكن حبيب اهلا وسهلا. الشيف عامر اهلا وسهلا فيك يا شيف عامر، كل عام وانت بخير. شكرا. ابو حيدر العلياوي اهلا وسهلا. سبارتاكوس شكرا يا سبارتاكوس. لاست وورد اهلا وسهلا فيك وانت بخير يا رب. سعد الرحمن وانت بخير. باسم محمود اهلا وسهلا. غيلان حجر اهلا وسهلا فيك. ونحن كمان يا غيلان عم نقدم لكم طبق ولسه الافطار بعيد علينا وحنجوع، لكن نحن بدنا نقدم لكم طبق جديد مثل ما عودناكم دائما. كاتبة الشهر اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانتم بخير. شكرا. عم بيقول السيد اطلع ما عدا كبدة الابل. الطريقة اللي عملتيها ما عدا كبدة الابل مشوية مع ايش هو الابل؟ الابل هو الجمل يعني. الجمل؟ ما بعرف، انا ما دقتها كبدة الجمل، بس يمكن تكون طيبة ما بعرف. كيف بتنطبخ؟ طيب طب قل لك كيف بتنطبخ يا السيد عطله. منير ابو اسماعيل اهلا وسهلا. بروف بن عمور اهلا وسهلا. السبايسز اللي حطيتيها هي عبارة عن شو؟ السبايسز تبعت ايش؟ المكسيكي مع الدجاج. في باكيتات مثل هيك كان مكتوب عليها ميكس. هلا بجيبكم الباكيت او بجيبكم اياه. طبعا هلا المكسيكان بيستخدموا الحد، بس يعني احنا فينا نقرا سيزنينج ميكس. طبعا هذه بيكون فيها سبايسز جاهزه موجوده بالسوبر ماركت. عند السكشن المكسيكي، عند قسم الاكل المكسيكي، فممكن تلاقوا كارندر كاتبين سيزون 4 وسبايسز مستر بير. اي ثينك انه هي حراق مع بقدونس او ما شو كاتبين عليها. طبعا هي للفاهيتا اعتقد. طبعا احنا ما فينا نعمل هاي سبايسز لانه في شغلات هم مستخدمينها مش موجودين، يعني بتلاقيهاش في السوبر ماركت، فعشان هيك بيبعتوها هم بباكيتات جاهزه هيك مسكره من المكسيك. يعني بتقول بهارات مكسيكيه. انت بهارات مكسيكية. لما تنزل على اي محل قول له بدي بهارات مكسيكيه. اي محل محل فيه بهارات بيكون عندهم بهارات مكسيكيه، اطلبها وبتصير تستخدمها للاكل. ابراهيم اهلا وسهلا يا ابراهيم. احمد علي اهلا وسهلا. سماح اهلا وسهلا.
سماح اليان عليان، اهلا وسهلا فيكي، وهي تحياتنا لك يا سماح، اكيد ما نسيناكي. ايسر حمدي اهلا وسهلا، لاست فور اهلا وسهلا. هل ممكن السمك يكون فاهيتا مثل اللحم والدجاج والبيض؟ ممكن. هلا انا حشيل الدجاج اللحمه اللي انا طبختها، لانه انا ما بدي اللي نزل من اللحمه. عادل اليساري اهلا وسهلا. محمد ابراهيم اهلا وسهلا فيك يا محمد ابراهيم. نحن مستعجلين شوي بالحكي لانه بدنا نخلص الحلقه قبل ما وقتها يخلص، بدنا نخلص الطبخه. وغير هيك انا بدي لحق اقرا كل المسجات الموجوده من الموجودين معنا بهاللحظه هي، بس اغسل هذا كرمال ما حدا يزعل، كرمال ما حدا يكون عمل يعني بذل وكتب لنا ونحن طنشنا المسج تبعه. علي همر اهلا وسهلا. كواتزل اهلا وسهلا. طيب شو البهارات اللي بتنحط على الصودا او على الكبده، مو بس فلفل اسود؟ انا قلت لهم انا بستخدم بس تومه مقطوعه، ثوم، فلفل اسود، فيك تحط كمان 7 بهارات. بس هي يعني اذا بدك تكتر فيها البهارات يعني بتبطل طعم الكبده بيروح، فعشان هيك احسن شيء تحط لها توم وبصل مطحون حتى، يعني مش طازه. احنا شلنا اللحمه يا جماعه وتركنا الماده اللي طلعت لنا او اللزوم. طبعا نظفت انا القلايه المقلى اللي بدي اعمل فيه هاي. انا شلت اللحمه لانه ما بدي الرغوه اللي طلعت من اللحمه والفات، نزلت منها الفات. هلا انا عندي هون بصل مقطع، بصل سوري مش بصل، مقطع فليفله احمر واخضر واورنج. طبعا بدكم تشوفوا قديش الكميه اللي عندكم من اللحمه، حطوا مثلا يمكن من هالقد حطهم. عليها اهلا وسهلا. عبد الله اللهبي اهلا وسهلا. شكرا يا عبد الله. نسرين مينا اهلا وسهلا الك ولكل اهل الجزائر يا نسرين. سبارتاكوس عم تسال البروجرام يا سبارتاكوس، خليك تتابعنا على الصفحه، احنا رح نحط اعلان اذا حطينا وعندي بصل رح نحطوا اعلان على الصفحه. صفاء اهلا وسهلا يا صفاء. عم تقولوا اللحمه ناخذها من الفخده او طرف ثاني من اللحمه؟ هلا هذه اللحمه انا جبتها من الكتف. كتف. طب دائما هو الكتف اطرى شيء بالخروف او باللحم البقر. هلا اذا بتاخذيها من الفخذ مليان كثير خيوط وكثير الياف. علي الفجاري اهلا وسهلا. شكرا تمام اهلا وسهلا. عم تقول احنا الكبده بنقليها مع بصل وفلفل اخضر مع رشه مع ملح ورشه فلفل اسود، في ناس بتضيف قطع بندوره اللي بيحب. شكرا يا سماح لهالطريقه اللي بعثتينا اياها، وبتمنى انه يقروها جميع المشاركين معنا. محمد حبنا كالميداني عم يقول شكرا لكم على الحلقه من اطيب الاكلات المكسيكيه. شكرا يا محمد اهلا وسهلا فيك دائما معنا. طبعا محمد هو من الاصدقاء اللي دائما متابعينا وبيبعثونا دائما سلاماتهم. شكرا يا محمد. هنا سلام اهلا وسهلا. علي العراقي اهلا وسهلا فيك. سعد الرحمن اهلا وسهلا بارك الله فيك. شكرا يا سعد. عاطف اهلا وسهلا. هنقول سبارتاكوس ما هو دائما بحب الاكل الصحي، لكن لانه مسافر هاليومين فهو لخبط شوي. ممكن تلاقي سبارتاكوس اخذت لك يومين راحه من الاكل الصحي، لكن ترجع له اكيد بعدين. بروك بن عمور بيقول بده يشوف تتبيله الدجاج كاسادية. في عنا نحن لا وشفت الباكيت، نفس الباكيت هذا الدجاج نفسه، هذا حطيت عليه سيزنينج ميكس. طبعا هاي باكيتات بتلاقوها جاهزه بالسوبر ماركت. علي العراقي شكرا يا علي. محمد الاميري اهلا وسهلا فيك يا محمد. محمد الاميري بدك الاكلات الصحيه لكل فصيله الدم، اعتقد هي الدكتوره لو قلت لك اياها. بس انا ممكن احضر لك ممكن اسالك عن موضوع مع من حدا مختص وخبرك اياها محمد الاميري بكره ان شاء الله. رح خبركم كل اكله شو بيناسب كل زمره دم، شو بيناسب اكله او شو بيناسب لحوم او جار. انا ممكن اجيب لكم اياها من خلال مختصين معنا بمجله الاماراتيه واخبركم اياها المره الجايه. هلا ريحه البصل والفليفله طلعت. طبعا اذا ملاحظين انا ما في عندي زيت كثير.
طبعا هذه كمية كثير رح تكون للحمة، رح ناخذ شوي من هون طبعا، بس انا حستخدمها بعدين. محمد البلواني اهلا وسهلا فيك، وانت بخير يا رب. ابو رضا بساس وانت بخير. لاسوري شكرا يا لاسوري. ايمن شو نوع اللحم لو سمحت يعني قول. هون لحم بقر. هذا لحم بقر. فراس اهلا وسهلا يا فراس. لاسوري عم بيقول كبدة الابل هي كبدة الحاشي او الجمل. شكرا كثير يا لاسوري على المعلومة. عندي اللحمة، هرجع اللحمة. احمد علي عم بيقول الفيديو عم بيقطع يا احمد. احنا عنا اياها عم يطلع يعني شقفه وحده، فانت بتقطع وتحط بالصوت. يا ريت يا احمد كرمال تلاقينا بدون ما يقطع معك. طبعا انا عندي هون سبايسي نفس اللي عملت فيها الدجاج، بس حطيتها بميه. لازم تحطوها بميه لانه لازم الفاجيتا تكون شوي طريه، ما تكون ناشفه. بارتا كوستيت اهلا وسهلا. احمد انور اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. شكرا لك يا احمد. اورارا اهلا وسهلا. مسرين اهلا وسهلا فيك يا مسرين. علي همر بقول لك بحبك الله يا شيخ تمام. شكرا. عبد الحميد اهلا وسهلا فيك. الأنقمان اهلا وسهلا فيك. دانيال اهلا وسهلا. علي الاعظمي اهلا وسهلا فيك. شكرا. ابو اسراء اهلا وسهلا فيك يا ابو اسراء. دومو اهلا وسهلا. احمد بوريو اهلا وسهلا. هذا مو سمك، نحن عم نعمل تشيكن. في يعملوا بالسمك اذا عم نعمل بيف فاهيتا في تستخدمها بالسمك. هلا صارت عندي انا الفاجيتا جاهزه، راح اسكبها بصحن التقديم. طبعا ريحتها يا جماعه كثير حلوه ومنظرها كثير حلو. مثل ما شايفين يا جماعه اكله صحيه، يعني خاليه من الدهون وهي طيبه بنفس الوقت فيها بروتين وفيها خضار وفيها يعني كامله. طبعا هذه بتعملوها بتقدموها على طول، ما فيكم يعني تعمليها مثلا تقدموها، خلينا نقول عملتيها هلا وقدمتيها بعد الظهر لا. احمد فوريو اهلا وسهلا. اس علي اهلا وسهلا فيك. نغم اهلا وسهلا. تسلموا يا تحياتنا لكم. شكرا يا نغم اهلا وسهلا فيكي. نغم العاني. وليد اهلا وسهلا فيك. بسمة اهلا وسهلا فيكي. عم بقول ما لحقت الحلقه. هيك صار عندي صحن الفاجيتاز جاهز. بس ما نحن عملنا بنعمل بيف فاهيتا، بنحط جنبه هدول الثلاثه لانه، وبعدين بنجيب الخبز هلا بنقدمه كمان مشان لما بنورجيكم هلا كيف تعملوا الراب. هلا بدنا نعمل الكسادية. هذا تشيكن بيف فاهيتا بليز يا بسمة. بسمة انضمت لنا مؤخرا. يا بسمة نحن عم نعمل بيف فاهيتا وتشيكن كاسادية من المطبخ المكسيكي. لحد الآن عملنا البيف مثل ما شايفة هون. بس برجيها لهذا البيف كنا عم نعمله نحن، حطينا له بهارات مكسيكية. سوري هذا الدجاج اللي هو تشيكن كاسادية، وهيدا البهارات اللي استخدمناها هي بهارات مكسيكان. فيكي انت تطلبي مو بالضروري هيك تقولي بس بهارات مكسيكيه وبتقدري تستخدميها ساعتها. هلا بدنا نعمل الكاسادية نجهزها. طبعا نحط هي اللي بنعمل فيها الكريس. طبعا مقلايه او شيء عندكم بيمشي. اذا عندكم مقلايه اوكي ماشي الحال. في عندي انا هذا خبز التورتيلاز موجود هيك عندي بهالشكل هذا. كواتزل اهلا وسهلا يا كواتزل. فراس اهلا وسهلا. حازم اهلا وسهلا. في عندي انا هون جبنه انا باشرها، جبنه شدر مبشوره. عاطف اهلا وسهلا يا عاطف. حسن جواد العبادي اهلا وسهلا. سبارتاكوس شكله الفل الملون بشهي مزبوط يا سبارتاكوس، حتى ريحته كثير طيبه. محمد عود اهلا وسهلا. فراس الثاني اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بمحمد مبشر الفاتح اهلا وسهلا. ساما الجاجه اهلا وسهلا فيك يا ساما. طبعا ساما انا بحبك كثير كثير يا ساما حبيبتي انتي. محمد مأمون اهلا وسهلا فيك يا محمد. عاطف بعد رمضان حسن ان شاء الله. عبد الله الراوي اهلا وسهلا بقول لك حبك كثير عبد الله الراوي يا مدام. تمام شكرا كثير يا عبد الله الراوي. شكرا لك. وفي ويا كل البشر. طبق اليوم هو من المطبخ المكسيكي اللي هو تشيكن كاساديا وبيف
فاهيتا او بيف فاجيتا. طبعا هذا بس يصير عندي سخن باخذ الرغيف بحطه هون هيك عبين ما يسخن. ما بنحط زيت او شيء. لا لانه في عندي جبنه. صح مزبوط. الجبنه هلا حتنزل منها. طبعا هي طريقه يا جماعه التشيكن كاساديا، اللي بده يتفرج عليها عشان يعرف كيف نعمل التشيكن كاساديا يخليه متابع معنا. على فكره هذا الخبز فيكم تعملوا فيه فطاير جبنه او زعتر ساج اذا بتحبوا يعني. حلو. يعني بتاخذ هذا رغيف الخبز هيك، خليني اورجيهم بس للمشاهدين يعني انه طريقه يعني تاخذ هذا الرغيف لانه كثير رقيق، بتاخذه بتحطه هون على المقله او بتحطه على القلايه اللي انت بدك تعمل فيها، وبتكون باشر الجبنه حط زيت زيتون عليه او عامل الزعتر والزيت مع بعض، بتحطها هون على الوش، وبعد ما تحسها انها بلشت تسخن. هلا هذا بس يبلش يسخن بتحسه ببلش شوي ينفخ، فبتقوم تطويها هيك بهالشكل هذا، بتصير مثل طبعا يا جماعه بتعملها هيك بهالشكل هذا مشان تطلع. يا جماعه هذا الخبز موجود باي مخبز، باي سوبر ماركت، موجوده بقسم المخبوزات اللي هو خبز التورتيلا. اللي بده يعرف منين بيجيبها. هو كثير رقيق مثل خبز الساج، فهلا صار فيكم تعملوا انتم فطاير زعتر وجبنه ساج بالبيت، يعني ما في داعي تطلبوها من من المطعم. سيد امير اهلا وسهلا. رح اخذ هون شويه جبنه. اهلا وسهلا بقرور سرور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بمازن، اهلا وسهلا فيك يا مازن. علاء احمد اهلا وسهلا. اللحم شلون تتبيلته اللحم بتقول علاء؟ الميكس اللي عندك سيزن هذا هو نحن جبنا بهارات مكسيكيه. للي ما بيلاقي هدول الظروف نفسه ما في داعي لهم، انت روحي على اي مكان عطاره او مكان للبهارات، واللي بدك بهارات مكسيكيه في خلطه معينه موجوده بكل مكان يا جماعه اسمها بهارات مكسيكيه، موجوده باي مكان للبهارات. عبدوشة اهلا وسهلا. فراس اهلا وسهلا. ابو البشير اهلا وسهلا. بدي اخذ مره ثانيه طبقه جبنه. برنسس بوشا اهلا وسهلا يا برنسس. بروك بن عمور اهلا وسهلا. زي ما انا بعمل الدجاج، اذا بدكم تعملوا فطاير جبنه او زعتر فيكم تعملوها بنفس الطريقه هيك توزعوها. مازن اهلا وسهلا يا مازن. احمد علي اهلا وسهلا. بيقول لك قبل فاهيتا، طبعا لا نحن مو قبل فاهيتا، نحن فاهيتا بذاتها. علي مصطفى علي اهلا وسهلا. على رغيف ثاني بنحطه فوق الرغيف الاولاني وبنكبس عليه مشان الجبنه تسيح. بعدين نمسك هذا تقلبيه، لانه انا عندي الرغيف التحتاني سخن الفوقاني مش سخن، فحقلبه هيك مشان الرغيف. بس زي انت ملاحظه كيف الرغيف شوي هيك واحد اكبر من الثاني، فانتم ممكن تاخذوا. طبعا انا لو حطيت هذا الرغيف الثاني كان ممكن يكون على المقاس، بس هو هيك بيجيني الباكيت، بس مو مشكله. طبعا بضغط عليه مشان الجبنه تسيح. علاء اهلا وسهلا. شنو الصوص اللي حطيتوه على اللحمه؟ كمان هو بهارات حطينا على اللحمه مع لا مع اللحمه حطينا نفس السيزونينج ميكس، اللي ذوبتها بمي. ذوبتها بمي لانه لازم الفيجيتا تكون شوي رطبه، يعني ما تكون ناشفه. فاحنا بدل ما نضيف المي ونضيف البهارات حطينا البهارات والمي ذوبناها وحطيناها بالضبط. بس يا جماعه هي البهارات مشان ما تكونفيوز، يعني انه بدنا نجيبها اي محل بتروحوا عليه اسمها بهارات مكسيكيه. بهارات مكسيكيه بتكون فيها بتكون لونها على احمر، هي البهارات المستخدمه لهي الاكله. اهلا وسهلا بمنير. منير ابو اسماعيل، شكرا يا منير. برجع بشوف المسجات، بعتذر اذا ما شفتها. ميرنا لدقاني اهلا وسهلا فيكي يا ميرنا. شكرا يا ميرنا، دائما بتقول انه متعلقه وبتشكرك. شكرا ميرنا. اهلا وسهلا فيكي. وعد الغريب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك فيكم باهل القاهره كلهم. بروك بن عمور. هي الصوص قلنا لك عليها يا بروك. علي مصطفى اهلا وسهلا. عم بيقول لازم يخترعوا كاميرات توصل لهم ريحه الطبيخ. طبعا سنسور بيكون. انا جبنا عندي ساحه صارت جاهزه، باخذها وبنقلها هون، بس طبعا بدي اقطعها. قبل ما اقطعها راح احط الرغيف ثاني خليه يسخن عبين ما هذا الرغيف حطيناه هون. خليني ناخذ شوي. ناخذ الرغيف بنقسمه
عم بيقول لاست وورد، عم بيقول نسيت الملح. لا ما في ملح لانه حطينا السيزنينج. حطينا البهارات وبنفس الوقت البهارات مالحه، وبنفس الوقت يا جماعه في جبنه، انتوا لا تنسوا الجبنه، لا تسيبوا الملح لشيء مشان ما هذا منظرها هيك بكون. فبتحطيها بالصحن مضبوط هيك، حتى بيكون سوق محلها بالمحلات المكسيكيه هيك بيكون شكلها تماما. نعمل كمان رغيف نورجيكم اياه كيف بينعمل. اهلا وسهلا فيك يا ابو وليد. يسرا من السويد، اهلا وسهلا. عم بيقول شو، عم بتقول يسرا شو هو الصوص اللي حطيتيه اخر شيء؟ الصوص هو نفس البهارات يا يسرا، بس نحن حطينا على شويه مي. اهلا المهند، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكل اهل سوريا واهل فلسطين. ابراهيم سكيف اهلا وسهلا فيك، شكرا. عملنا واحد ثاني، اهلا وسهلا. سعيد اهلا وسهلا. طبعا هي الاكل المكسيكي بالكسادية اكثر شيء فيه جبنه، كثير بيستخدموا جبنه. السيد عطله بيقول لك بعد اللحم ما استوى شيف تمام فصوص الثوم عليها طعمها حيبقى 3، ولو وضعتي بجنن مع وحده بس طماطم مقطعه شرائح. ممكن، بس احنا عم نعمل الطريقه المكسيكيه يا سيد، بالنهايه انت بتضيف بقى الاضافات اللي انت بتحبها. لايش؟ للفاجيتا. انا حطيت الصلصه هون، حطيت الصلصه بدل البندوره، وعندي خس وعندي جبنه. هلا بنورجيكم كيف بنعمل الراب. شيخ العرب اهلا وسهلا يا شيخ العرب. اهلا وسهلا بعزام، اهلا وسهلا باحمد علي. عم بيقول بده ينتظر الاعاده. يا احمد علي خليك معنا، اذا بدك تطلع ورجع فوت ممكن عشان نشوف شو بده يصير بالاكله. سعيد سيدون اهلا وسهلا. ميرنا بونجورين يا ميرنا اهلا وسهلا فيكي. محمد الدايه صباح الخير اهلا وسهلا. جاسم الجسمي اهلا وسهلا. عمر مختار اهلا وسهلا. سرور ازعد اهلا وسهلا. عبد الحكيم درقاوي شكرا يا عبد الحكيم اهلا وسهلا فيك. المهند هلا ومرحبا فيك. جاسم الجسمي اهلا وسهلا. سبارتاكوس اهلا وسهلا فيك. فراس اهلا وسهلا. بده معكرونه بالبشاميل. احنا عملنا مو معكرونه، عملنا له من المطبخ الطلياني في بالسبايس. عملنا التقليه كلي. اذا متذكرين عملناها اللي هي الفيتوشيني. عملناها بالصلصه الكريمه والبشاميل. مضبوط، فهي نفس الشيء يعني مثل المعكرونه بالبشاميل. جاسم الجسمي اهلا وسهلا. محمد حبلنك عملوا كثير طيبه شكلها تشيكن كاساديا. شكرا يا محمد. حبلنك الميداني اهلا وسهلا فيك. زهير اهلا وسهلا. طبعا يا محمد حبعت لك صحن فخليك معنا مشان ابعث لك وجبه لإلك. هلا حنقطعها. هيك صارت عندي تشيكن كاسادية جاهزة. جاسم الجسمي اهلا وسهلا. زهير عزام اهلا وسهلا. ايمو شاورما هي تشيكن كاسادية اكله مكسيكية. عارف هادي اهلا وسهلا. ابراهيم بداوي اهلا وسهلا. بطاطس محمرة هي صارت مثل البيتزا عم بيقول. لا هي مو مثل البيتزا، هي يعني طريقة مكسيكية. اهلا وسهلا. بدور شريف اهلا وسهلا فيك يا بدور. المهند اهلا وسهلا. ابو وليد من فلسطين اهلا وسهلا فيك. ابو عثمان اهلا وسهلا. شو هو افضل مشروب مكسيكي مناسب؟ الفاهيتا. اعتقد بيناسب المشروبات الغازيه عاده او العصائر، ممكن عصير. هلا عصير الزنجبيل مع التفاح يا جماعه طيب كثير. انا دقته مره عصير زنجبيل وتفاح وليمون كثير طيب، دقته مره بمطعم مكسيكي. هلا هون جينجر ايل حتى. هذا خبز اللي بدنا نلف فيه الفاجيتا. حنسخنه شويه عشان حنورجيكم كيف بينلف معكم الفاجيتا. علاء اهلا وسهلا. قيس الدين زيدان اهلا وسهلا. الشاعر الريح عبد محمود او عبد المحمود تسلم ايديكم عم بقول شكرا كثير. علي عبد الله اهلا وسهلا. صابر عمير البياضي اهلا وسهلا. احنا عم نساوي تشيكن كاساديا، عم نساوي تشيكن بيف فاهيتا. محمد حمانك الميداني عم بقول شو مكونات الكاساديا؟ دجاج مع شو عاملينه؟
طبعا بعد ما قطعت الدجاج وقلتهم حطيت معاها. ممكن بس تشرحي له مره ثانيه الكاسديه كيف نعملت؟ الكسارية بس دجاج مقطع مكعبات صغيرة، حطينا معاه سيزنينج، بس هذا هو سيزنينج اللي هو بهارات مكسيكيه. اللي هو البهارات المكسيكية. طبعا لازم يكون بالبهارات المكسيكيه. بعدين لما بدنا نعمل الرغيف حطينا معه جبنه. طبعا هي جبنه شو نوعها؟ جبنة تشيدر. هي جبنه تشيدر مبشورة. حطيناها مع الرغيف، حطينا معه. هلا بدنا نورجيكم كيف بدكم تعملوا الرابنج. طبعا الرابي بده خبز، بده رغيف يكون طبعاً. صغير مو مثل خبز الكاسادية. طبعا لازم الخبز يكون سخن، يعني ما فيكم تعملوا له رابنج بالخبز البارد. تاخذوا شوي من هون هيك، تاخذوا طبعا شوية خلينا ناخذ شوية صلصة بدل البندورة. طبعا انا حطيتهم بالتناوب مشان بعدين تاخذوا شوية خس. اذا بتحبوا تكتروه كتروا، بس ما تكتروا بعدين تصير بتوقع من الخبزة. مهدي ابو عنجة على اهلا وسهلا. ممكن نغير نوعية الجبنة مو شيدر، مثلا اي جبنة ثانية تعطيني اياها؟ ممكن في شدر اللون الابيض، في ممكن تستخدم جبنة الماعز اللي بتحبها انت. فيك تحطي حتى جبنة موزاريلا، يعني انت مالك مضطرة انك تستخدمي نوع معين، اذا ما بتحبي بصير الشيدر اطيب. بتلفوها بهالطريقة هاي هيك. يا يسرا هيك. الغاني انا بصير عندي صارت خبزة الكسادية جاهزة. شكلها كثير حلو يا جماعة، ملوية ملفوفة هيك. خلينا نحط طبعا بتلفوها. بقدر انا اوصل اسكر لك او اياها. ممكن تجيب عود تيت نسكرها فيها. شايفين هالاختراع حلو. هاي كلوزر. ناهد اهلا وسهلا. ناهد غالي اهلا وسهلا. مو واضح اسمها عندها، رح اجيب لك الورقه مره ثانيه. سيسونينج ميكس، بس هي بهارات مكسيكيه. تشوفيها كمان عشان تعرفي كيف البهارات. هي سيسونينج ميكس. صارت عندي هيك فيجيتال جاهزه. طبعا انتم لما بدكم تاكلوها ما بتحطوا توث بيك فيها او طبعاً. العوده هاي، بس انا حطيتها مشان ما تفتح، مشان تشوفوا كيف راح يكون منظرها. الصقور الحرة أهلا وسهلا. غيلان حجر أهلا وسهلا. شيخ العرب أهلا وسهلا. عماد بصري أهلا وسهلا فيه. علاء الأنسمان أهلا وسهلا. ألان من هولندا أهلا وسهلا فيك يا ألان، شكرا كثير إلك. لاست ووريز أهلا وسهلا. علي عبد الله أهلا وسهلا. ندوش التكريتي أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا بأحمد اهلا وسهلا بسبارتاكوس. طب لك تسلم ايدك يا شيف، شكرا يا سبارتاكوس لمتابعتك معنا. بروك بن عمور اهلا وسهلا فيك يا بروك. عبد العزيز شامي اهلا وسهلا فيك، بده قطعه تفضل يا عبد العزيز اهلا وسهلا فيك، بنرحب فيكم كلكم. صابر عمر البياضي. بدنا نعمل الجوادامولي صوص. بدنا نعمل الجوادامولي صوص اللي هو صوص بالافوكادو اللي موجود دائما بالمطاعم المكسيكيه. طبعا اليوم رح نتعلم او رح نعرف كيف بنعمل هذا الصوص بالبيت كرمال نعمله نحن كلياتنا. طبعا انا حتى بتعلم جاي معكم. طبعا الافوكادو. الافوكادو لازم يكون مستوي طري. طبعا احنا هي ثالث مره بنشتغل بالافوكادو، فتعلمنا كيف طريقه. اول شيء عملنا عصير، بعدين عملنا عصير منه مره، عملنا شوربه. عملنا شوربه افوكادو. على فكره الشوربه اللي عملناها الافوكادو هذه كانت شوربه مكسيكيه. مزبوط. صابر عمر البياضي اهلا وسهلا. هريث اهلا وسهلا. الفاهيتا شكلها حلو برشا، شكرا يا منال. محمد عبد العظيم اهلا وسهلا فيك. لميس اهلا وسهلا فيك يا لميس. احمد عندي تنيره اهلا وسهلا. علي عبد الله شكرا يا علي عبد الله. محمد عبد العظيم محمود شكرا يا محمد. علاء اهلا وسهلا. كيف عملتي الصلصه؟ اي صلصه؟ الصلصه هي بتكون كيف بدنا نعمل الصلصه اللي انت حطيتيها جنب هلا الصلصه انا جبتها جاهزه، بس انتوا اذا لانه احنا ما كان في عندنا وقت نعملها، بس اذا بدكم تعملوها بدكم تجيبوا بندوره، بدكم تجيبوا فلفل اخضر وبصل طبخوهم على الغاز لحديت ما يصيروا دخان، بعدين تحطوا معهم شويه ملح وشويه نشا عشان يدخنوا او طحين. حطيت طبعا كمان فلفل. محمد بدوي اهلا وسهلا. راح احط شويه تومه. هريز اهلا وسهلا. بطاطس محمر اهلا وسهلا. شموره عبد العزيز اهلا وسهلا. اخذ شويه كزبره حطهم كمان.
شكرا يا محمود الدسوشي، اهلا وسهلا فيك. الدوشي، اهلا وسهلا فيك يا محمود الدوشي، شكرا كثير لذوقك. احمد شفيق، اهلا وسهلا. محمد دوسري، شكرا. امل حمودي، اهلا وسهلا. كواتزل عم بيقول هو قلبه لا يقوى ان يتحمل منظر الاكل، نجاحة قاسية على القلب. شكرا كثير، يعطيك العافيه. شكرا يا كواتزل. بروك بن عمور، صوص طماطم من شو متكون؟ الصوص طماطم قلنا هو صوص طماطم مع فليفله وبصل مطبوخ على النار مع ملح، وفيك تضيف له شويه نشا اذا لقيته مشان يصير اسمر. علاء احمد عم بيقول دجاج بدون بصل. هذا الدجاج بدون بصل صحيح؟ لا ما في بصل. بصل بس مع الصوص الاحمر اللي احنا فلفل اسمر عملناه. عندي شيخ العرب بنحط بصل. طبعا هلا البصل انا هذا عندي فرمته كبيره، بس انا حفرمه فرمه صغيره. شيخ العرب اهلا وسهلا. لاس ووريز اهلا وسهلا فيك. لازم يكون ناعم البصل. محمد عبد العظيم محمود، لا سوري عم بيقول اليوم كله بده يفطر مكسيكي. محمد عبد العظيم محمود اهلا وسهلا، شكرا. ناهد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ببرنسس بوشا باشا، اهلا وسهلا فيكم. بدنا نحط الوصفه لا يهمك، خليكم متابعتينا بعد ما تخلص الحلقه بربع ساعه رح اكون نزلت لكم المقادير او الريسبيز على الصفحه نفسها وعلى الحلقه نفسها. شموخي تعداك اهلا وسهلا. علاء احمد نحط البندوره. علاء احمد بده يعرف الحلقات نحن بننزلها على اليوتيوب باسم طبق الشيف تمام. رح ننزله، رح نحط اللينك تبعه على الصفحه، فخليك تتابع الصفحه لحتى ننزلكم كل جديد تبعنا على صفحتنا نفسها. علي خلف اهلا وسهلا. شموخي تعداك اهلا وسهلا. اماني اهلا وسهلا. ندوش التكريتيه اهلا وسهلا. محمد الدوشي اهلا وسهلا، شكرا كثير. جهاد مراد، علي خلف اهلا وسهلا. أميمة اهلا وسهلا فيك يا أميمة. محمد بدوي، علاء اهلا وسهلا. احمد شفيق اهلا وسهلا. جمهورية كشخة اهلا وسهلا. ابو عبد الله الشمري، علي خلف اهلا وسهلا. علاء احمد بنضيفها كمان. لما بتقول لما قليتي الدجاج بدون بصل صحيح؟ ما في بصل. ما في بصل. لا مع الدجاج، بس مع البيف. ما اسمع المليك يا البيف هو البصلة كانت مقطعة شرايح. اماني الحاج علي عم مع بعض. عم بتقول مبين شيء بشهر. شكرا يا اماني. امل اهلا وسهلا يا امل. يسرا من السويد عم تقطع الحلقه، ما شفت كيف حضرت الافوكادو، ممكن تشرحي لي شو حطيتي له؟ شكرا يا حلوين. يسرا بتقول ما شافت قطعت الحلقه. حطينا الافوكادو، بعدين حطينا معها تومه وبصل وبندوره وكزبره وفلفل حار والافوكادو. افوكادو، ثوم وكزبره وفلفل حار، والافوكادو مع مع بندوره كمان. وهذا الاخضر شو؟ الاخضر كزبره. طبعا نحط كمان، حطينا ليمون كمان وفلفل اسمر، وهلا حنحط زيت زيتون. يسرا رح انزل لك انا طريقه الافوكادو هلا بعد الحلقه على نفس الحلقه نفس المقطع. ترجع كمان شويه ليمون لانها هي لازم تكون شوي حامضه. برنسس بوشا باشا اهلا وسهلا. محمد عبد العظيم محمود اهلا وسهلا. سليمان اهلا وسهلا. علي خلف اهلا وسهلا. علي عبدو. محمد عبد العظيم محمود، شكرا. أميمة، شكرا يا أميمة من المغرب اهلا وسهلا فيكي. جوكولي اهلا وسهلا. جمعة طيبة، شكرا كثير. محمد بدوي الله يعافيك. اهلا وسهلا. علي خلف اهلا وسهلا. عامر المجالي اهلا وسهلا فيك. امير هرشا. علي عبدو، كل عام وانت بخير. شكرا يا علي. تحياتنا لك ولكل العرب والمسلمين بكل العالم. عبد الله ماروك اهلا وسهلا. طبعا بيقولوا انه الدواكم اللي لازم لما بدكم تعملوها لازم تاكلوها على طول لانها ممكن بعدين تسود. طبعا انا عندي صارت هيك صلصه الجواكم اللي جاهزه، رح احطها بصحن التقديم. طبعا في عندكم الناتشوز،
طبعا ريحتها كثير طيبه يا جماعه. هلا الناتشوز هذا كيف بينعمل؟ اذا لقيتوا طحين ذره وعملتوا مثلا، او لقيتوا خبز مثل هيك معمول من الذره، فيكم تقطعوه مثلثات صغيره بهالشكل هذا وبعدين تقلوه، بصير في عندكم ناتشوز. تقلوه يعني تحمصوه بالفرن او بالفرن ممكن، او ممكن تقلوه بالزيت. عبد الله ماروك اهلا وسهلا. كودر عم بيقول شو اكلة بكره؟ بكره بدنا نعمل عشان نجهز مكونات نطبخ بدنا بدل. نعمل شاكريه، تذكروا؟ شاكريه. بدنا نعمل شاكريه سوريه يا جماعه بكره. الشاكريه السوريه باللبن، فالكل يجهز حاله. بدك لحمه، بدك لبن، بدك بصل، بدك رز لاكلة بكره. هلا ضايل بدنا نعمل السلطه. طبعا زي ما قلنا احنا دائما السلطه بنخليها اخر شيء. طبعا السفرة كتير طيبة وكتير حلوة طالعة. شكرا كتير يا شيف تمام، يعطيك العافية. عم بيقول هلا، عم بتقول هلا ابو انتاج شو ممكن نعمل كرمال ما يتغير لون الافوكادو تاعه؟ نحط له ليمون. حطيت ليمون بس برضه راح يسود. هلا بورجيكم انه بسود بس الطبقه اللي من برا تبعت الافوكادو هي اللي حتسود، بس لما بتيجي بتحركيه بيرجع لونها مثل الاول. بس احسن انت انك تعمليه قبل التقديم. هلا بدنا نعمل طبعا سلطه خضراء. انا موجود عندي هون سلطه خضراء بس خس مقطعته. حامد اهلا وسهلا. فيكم الخس تجيبوه تقطعوه بايدكم هيك، يعني ما في داعي تفرموه حتى بال. انس اللوباني اهلا وسهلا. علي خلف اهلا وسهلا. علي رفيق اهلا وسهلا. حط عليها ليمون، سوري زيت وليمون، شوية ملح. طبعا عندي انا هون بردقاني. علي رفيق اهلا وسهلا. بانياس غاليتي. شو الاكله اليوم؟ هي تشيكن كاساديا وبيف فاهيتا. اهلا وسهلا باماني. عم تطلب منا نعمل تشيز كيك. اماني عم تطلب تشيز كيك. طب بالفرن بدها ساعة ونص لتنخبز، بس ممكن نعطيها الطريقة يعني في بحلقة ممكن نعمل. يسرا اهلا وسهلا. حسام اهلا وسهلا. علي خلف اهلا وسهلا. لميس اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بصابر عمير البياضي. عم بيقول ما في. اهلا وسهلا. بقول اكيد يا صابر، اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لك ولكل اهل مصر. مصر العربيه اهلا وسهلا فيكم جميعا. فيصل اهلا وسهلا. بهارات بس نفسها بهارات تندوري. عم تقول علاء، عم بيقول علاء او آلاء. بهارات المكسيكيه هي نفسها بهارات التندوري؟ لا 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 لا، بهارات المكسيكيه بتكون لحالها. محمود الدوشي اهلا وسهلا. شكرا. ناخذ السيجمنت. حامد اهلا وسهلا. كيما اهلا وسهلا. جوانح البردقان بس لحالها. حكيمه اجت. حكيمه مرتين اهلا وسهلا فيكي يا حكيمه. بونجورين اليك. حامد اهلا وسهلا. احمد محمد حسن. فيصل. حكيمه شكرا يا حكيمه. علي خلاف. صلاح. طبعا اذا في بزر طلعوا بزر. شواني. هون انا عندي بزر طلعت البزر. سام السادي. لدال مطول ليش هلا بترد بالاكل. احنا يا سام اذا بتلاحظ كل يوم كنا عم نقدم الاكل الساعه 3 كرمال نعطي اوبشنز للستات البيوت اللي عم يطبخوا او للرجال حتى يطبخوا قبل رمضان قبل الافطار. اوازل خالدي اهلا وسهلا. محمود عم بيقول هذا بصير فطور ولا سحور؟ اذا بدك اياه سحور فيك اياه، فيك تاخذه سحور، بس هو فطور هذا. سوري. طبعا هي سلطه بالبردقان يا جماعه بطريقه كثير حلوه. انا حبيت الطريقه اللي الشيف تمام عم تقطع فيها البردقان. سؤال. اهلا وسهلا صفوان السيطري. وعليكم السلام. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. سامح ابو همسه اهلا وسهلا فيك. طبعا احنا بدنا بس البرداني، ما بدنا الجلده القشره يعني. طبعا هاي اللي بتكون جوا. ندوش التكريتي اهلا وسهلا. حكيمه اهلا وسهلا فيك يا حكيمه. شكرا. طبعا انا عم بشيل البذر منه من البردقان. تشيز كيك اهلا وسهلا. البارده مو مخبوزه يا ريت، بدها البارده مو المخبوزه. بنعملها اياها شي مره ان شاء الله. علاء اهلا وسهلا او آلاء اهلا وسهلا. نريد كعك العيد يا هلا. قلنا الكعك العيد يوم الاثنين. خليكم معنا يا جماعه يوم الاثنين رح نقدم فيها كعك العيد
بطريقه الشيف تمام. الكعك رح يكون كثير طيب مثل ما عودناكم، وعملنا كعك الفلاحين من قبل، وفي ناس جربت الطريقه وكثير حبتها. طبعا انا هذه اللي عندي هون هعصر بردقانها. سفيان ابو السنوي اهلا وسهلا. كوزن اهلا وسهلا فيك. سام ابو حمزه، علي خلف اهلا وسهلا. احمد يوسف القيام، ابو سبارتاكوس، حكيمه عم بتقول هنا في فرنسا الساعه 2 بعد الظهر. اوكي يا حكيمه، دائما تابعينا الساعه 2 بتوقيتكم. نحط شويه عسل. هو المفروض المفروض نحط نحن سكر اسمر، بس انا حاحط عسل. طب هي السلطه هي سلطه حلوه على ما اعتقد، يعني معناها حلوه حامضه. طبعا العسل ما حطينا لها ليمون لانه صح؟ ليمون حطينا اللي زاد من عصير البردقان. حطينا ليمون، حطينا شرائح بردقان مع زاد من عصير البردقان، وهلا رح نحط عسل. طبعا شويه عسل ما بنكتر. حط شويه زيتون لانه لازم احركهم مع العسل. طبعا هاخذ انا اللي عندي هون سوري معلقه. هيك صاروا. طبعا انا العسل عم برخيه، اضيفه. اماني عم تقول شيف تمام كثير راقيه ومحببه للقلب، الله يعطيها العافيه مشكوره. شكرا يا اماني لهالكومنت الحلوه. راجي السلطان، كعك العيد ضروري يكون قبل العيد بيومين لو سمحتوا. ان شاء الله يوم الاثنين نحن عاملوه، يمكن العيد يكون يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء. سيف اهلا وسهلا يا سيف. مالك اهلا وسهلا يا مالك. هجيب صحن التقديم احط فيه السلطه. طبعا انا اذا بتشوفوا فيها طبعا بذر بردقان بدكم تشيلوه. جانا اهلا وسهلا يا جانا. حكيمه طبعا اكيد الفواكه كثير مفيده، واهم شيء برمضان الواحد ياكل فواكه ويستعيد عن الحلو فيها. سبارتاكوس اهلا وسهلا. محمد شكرا اهلا وسهلا. رح ازينها بافوكادو لانه احنا اليوم المطبخ المكسيكي المطبخ المكسيكي في كثير بيتميز بالافوكادو. اذا هلا اللي سال سؤال انه شو بيتميز المطبخ المكسيكي، بالتورتيلا، بالناتشوز، بالافوكادو وبالبهارات المكسيكيه الحراقه. هلا الافوكادو فيكم تعملوها هيك، تطلعوها تحطيها هيك بس مجرد بالمعلقه تحطيها تزيني فيها الصحن. يعني لا تقطعيها ولا تفرميها، تكون هيك. يعني ناخذ الثانيه. ابو رسلان اهلا وسهلا. فوشة تحييكم اهلا وسهلا فيك. فوشة امام عمار اهلا وسهلا. طبعا الافوكادو كمان كثير صحي ومفيد، فحاولوا على قد ما تقدروا. بطاطس محمره بشكرنا، شكرا يا بطاطس اهلا وسهلا. ندوشه تكريتيه تاكلوا. بصير نضيف طماطم على اللون على هون. السلطه هاي. لا هذه عملناها سلطه خضراء، يعني هي السلطه هاي بتنعمل من غير. هاي السلطه لازم تكون خضراء، يعني بكل شيء فيها اخضر. طبعا بس فيها طماطم، لانه فيها سوري فيها البردقان. خلينا نفتح. حطينا فيها عسل مع البندوره. ما وهي البردقان، خلينا نبين لهم البردقان. فيها بردقان شرائح، بينوا اياها كرمال. هلا بنحط لهم هيك البردقان مشان كرمال تعرفوا انه فيها بردقان هيك. بارافايس اهلا وسهلا. هيك صار عندي صحن السلطه بالبردقان، شرائح البردقان. الان اهلا وسهلا يا الان من هولندا امستردام. اهلا وسهلا بكل الموجودين معنا. ممكن نحط السلطه هون. اهلا وسهلا بكل اللي بقوا معنا بالحلقه، واللي عم ينضموا لنا، واللي بقوا معنا، واللي راح يرجعوا يشوفوا الحلقه بعد الاعاده او بعد ما تخلص. طبعا نحن اليوم عملنا تشيكن كاساديا، وعملنا بيف فاهيتا، وعملنا سلطه خضراء من المطبخ المكسيكي، بالاضافه لهيك عملنا
صوص ابيتايزرز. شو عملنا؟ شو هيدا الصوص اسمه؟ جواكامولي. جواكامولي بالافوكادو، وضفنا له ناتشوز كرمال اللي بيحب يعني تسلايم او يعني مثل الابيتايزر مقبلات، يعني بتبلشوا اذا بتحبوا بالناتشوز، بعدين بتبلشوا بالسلطه، بعدين بتبلشوا بالمين كورس. المين كورس اليوم عملنا اثنين اللي هو تشيكن بيف فاهيتا او فاجيتا، وعملنا تشيكن كاساديا، والصوصات اللي حطيناهم اللي قلنا لكم عليها مع طبق الفيجيتاز، وهذا الخبز التورتيلا مشان نعمل الراب اللي عملنا لكم وحده هون راب منهم كل اللي بده يشوفوا. هي السلطه الخضراء اللي عملناها مع البردقان والافوكادو مع الخس، وضفنا لها شويه سكر عسل. هذا طبعا السكر البردقانه، وانتم عم بتطلعوا السيجمنتس او شرائح البردقان منها، اعصروها بايدكم مشان تطلعوا الجوز تبع البردقان وتضيفوه على السلطه. كثير طيب عصير البردقان مع السلطه. طبعا اللحم بس قليتيه بدون اي شيء، عم بتقول اللحمه قليته مع شويه زيت، مع شويه زيت، بعدين شلته عن النار مشان كل الرغوه اللي طلعت منه ما بدنا اياها. بعدين غسلنا المقله او اللي انت بتعملي فيها، بعدين حطينا البصل قليناه مع شويه زيت، وحطينا الشرائح الفليفل اللي مقطعه الملونه، بعدين ضفنا اللحمه وضفنا الميكس اللي هي السبايسز ميكس، حطيناها مع شويه مي وضفناها مع اللحمه. وهيك صارت سفرتنا جاهزه للفطور. اليوم. بكره يا جماعه حنعمل شاكريه باللبن، بس حطوا جنبها نعناع لانه فيها كثير بصل. حطوا جنبها نعناع، وبنفس الوقت رح نعمل جنبها شيء ان شاء الله بكره رح نقول لكم شو هو. يوم الاحد كنا عم نفكر نعمل اكله كمان يوم الاحد، بكره بيكون اكله الاحد شو رح تكون. يوم الاثنين رح يكون معمول العيد ان شاء الله، رح نعمله يوم الاثنين. طبعا رمضان ما بنعرف اذا رح يخلص 3 او رح يخلص 4 او يكون 4 العيد. على كل الاحوال رح نضل احنا مرافقينكم كل شهر رمضان لاخر شهر رمضان. مرافقناكم من اول يوم ورافقتونا ورافقناكم بكل هالفتره هاي، وكنا كثير سعداء بوجودكم معنا، واللي عم يتابعنا كل يوم، اللي وصل معنا وتواصل معنا وصار من اصدقائنا ورفقاتنا بكل حلقات رمضان الماضيه. طبعا شيف تمام بدها تحكي لنا على اخر شيء بريفك عن الاكله. هلا هاي عملنا اليوم اكله كثير سهله وهينه، يعني ما بدها وقت. يعني انا عملت فيجيتا، عملت تشيكن، عملت كلياته بساعه. يعني انتم ما في داعي تعملوا كل هذا، فيكم تعملوا مثلا طبق ومع السلطه نص ساعه. يعني اكله كثير هينه وما بدها شغل كثير، وانا متاكده انه كل شيء متوفر عندكم، الخضره الموجوده فيها بتكون متوفره عندكم بالمطبخ. فعملنا اليوم بيف فيجيتاز، عملنا تشيكن كاساديا، وعملنا صلصه الجواكامولي اللي بتاكلوها مع الناتشوز. اذا ما في عندكم متوفر ناتشوز، فيكم اذا في عندكم خبز التورتيلا مثل هيك بس معمول من الذره مش طحين ابيض، فيكم تقطعوه سلايس الشكل اللي بدكم اياه وتقلوا او تشووه مع الزيت وتاكلوه مع صلصه الجواكامولي. طبعا الناتشوز اعتقد موجود بكل مكان. هلا برا ما ممكن ما تلاقي، ما بعرف على حسب انت وين ساكنه مثلا. يمكن بالهند ما في ما في ناتشوز، معقول؟ ما بعرف اذا في مطاعم مكسيكيه، ما بتصور. وعملنا السلطه الخضراء وحطينا معها الاورنج سيجمنت اللي هي شرائح البردقان، ورجيتكم كيف انتم بتطلعوا البردقان، شرائح البردقان من غير السكن بتطلعوها، وحطينا معها زيناها بافوكادو. وصارت هيك سفرتنا جاهزه لليوم، جربوها ورح تعجبكم كثير. اهلا وسهلا بكل اللي تابعنا اليوم، واللي تواصل معنا، واللي بعت لنا اسئله، واللي جاوبنا كل اطوال حلقه رمضان اليوم. بتمنى تتابعونا بحلقه بكره الساعه 3 بتوقيت دبي، واللي بده يتواصل معنا اهلا وسهلا فيه على صفحه الاماراتيه، واللي